أعزائي طلاب الصف الأول، احنا كده خلصنا الوحدة الأولى شرح، والنهارده حل واجب آخر درس في الوحدة الأولى. يا ريت نكون حليناه لوحدنا ونيجي نراجع بس مع بعض هنا. أوجد ناتج ما يلي في أبسط صورة. الضرب أول واحدة سهلة جدا، البسط في البسط والمقام في المقام، ولو في اختصار نختصر. هنا مفيش اختصار، يبقى 2 في 3 ب6 على 7 في 5 ب35 والمسألة خلصت. التانية موجب في سالب بسالب، يبقى سالب 10 5 في 2 و3 في 8 ب24. دي ينفع نختصرها على الاتنين فيها السالب 5 على الاتنين فيها ال 12 والمسألة خلصت. المسألة اللي بعدها سالب في سالب بموجب. الأول دي على التتا فيها الواحد ودي على التتا فيها السالب 1. سالب في سالب بموجب 1 في 5 ب5 على 8 في 1 ب8، يبقى 5 على 8 والمسألة خلصت. طيب السؤال الثالث أو السؤال الرابع، القيمة المطلقة دي بتلغي السالب ولازم نبقى مركزين، يبقى ده أصله 3 على 7 في سالب 4 على 3، التلاتة راحت مع التلاتة يبقى سالب 4 على 7. ده موجب في سالب بيساوي الناتج يطلع سالب 4 في 3 ب12، الأربعة راحت مع الأربعة ممكن نختصر يبقى سالب 3 على 5. طيب ايه الاعداد اللي دي قوي يا مستر من اول السؤال السادس؟ مفيش حاجه رخمه، ده ينفع نكتبه سالب 6 و25 على 100 او 625 على 1000 زائد 475 على 1000. المقامات زي بعض، هاخد مقام منهم اللي هو 1000 وهجمع سالب 625 زائد 475 الكبير سالب يبقى الناتج يطلع سالب، واطرح 625 ناقص 450 فيها ال 150. 150 على 1000 يعني بتساوي 15 من 100. ده السؤال السادس. السؤال السابع، المقامات زي بعض، هاخد واحدة منهم اللي هي 9 وهجمع البسطين 5 زائد سالب 7 سالب 2 على 9. السؤال الثامن، سالب 82 على 10 زائد سالب 16 على 10، ده بيساوي المقامات زي بعض، هاخد مقام واحد اللي هو ال10، دول هما الاثنين سوالب بيبقى نكتب السالب ونجمع النواتج. 16 و82 يبقى 98. 98 على 10 اللي هي بتساوي سالب 9.8 والمسألة خلصت. السؤال التاسع، سالب 4 على 7 سالب 4 على 7 زائد 2 و2 على 7. نرفع الكسر، 2 في 7 ب14 و2 16 على 7. ده بيساوي المقامات زي بعض، خدنا واحد منهم سالب 4 وموجب 16 يبقى موجب 12. الكبير موجب يبقى الناتج موجب، وطرحنا 16 ناقص 4 12. السبعة فيها كام؟ ال 12 فيها كام؟ 7 1 وتبقى معايا 5 على 7. حلو قوي السؤال ده. طالما ده جزء من 1000 هنخلي كل مقاماتهم 1000. ده هيبقى سالب 4125 على 1000 زائد 2.5 يبقى 25 على 10 يبقى 250 على 100 يبقى 2500 على 1000 زائد 3 في 4 ب 12 و1 13 على 4. 13 على 4 يعني اهو 13 على 4. 13 على 4 ينفع نضرب البسط والمقام في 25 عشان يبقى المقام 100. 13 في 25 ب 213 في 25 ب 250 يبقى 325. 305 يبقى دي ينفع اشيلها واكتب 325 على 100. ده سالب 4 و125 من 1000. انا هخلي خلاص كل المقامات 1000. طيب ده كسر اعتيادي من الاول، ما ينفع اكتبه 3، ينفع نكتبه 3 و25 من 100 اللي هي الربع. تمام، يبقى أول حاجة سالب 4125 على 1000 عشان 3 أرقام بعد العلامة على 1000 زائد 2.5 اللي هو 25 على 10. 25 على 10 اللي هو 250 على 100 اللي هو 2500 على 1000 زائد 325 على 100 اللي هو 3250 على 1000. المقامات كلها 1000 هناخد واحد منهم. 4000 بالسالب، الأول نجمع الموجبين 2500 و 3000 يبقى 5500 5750. 5750 ناقص 4125 كله على 1000 بيساوي صفر بقى 10. 10 ناقص 5 5 ودي 4 ناقص 2 2
ودي 7 ناقص 1 6 ودي 5 ناقص 4 1 على 1000. 1625 على 1000 اللي هو 1 صحيح و625 من 1000. طيب ثانيا 4 على 5 زائد على 3 على 7. أنا ما بعرفش أقسم الأربعة على 5 زي ما هي على تبقى فيه 7 على 3. 4 في 7 ب 28 على 5 في 3 ب 15. ال 28 فيها 15 واحدة ويتبقى معايا 13 على 15. المسألة الثانية صفر على 5 على 8. صفر على أي رقم بيساوي صفر من غير ما تفكر. صفر على أي رقم بيساوي صفر. السؤال الثالث 3 على 4 في ده يتشقلب يبقى سالب 1 على 9. على 3 فيها الواحد على 3 فيها ال3. 1 في سالب 1 بسالب 1 على 4 في 3 ب 12 والمسألة خلصت. طيب السؤال الخامس وبعدين نحل الرابع والسادس. 6 وربع على سالب 15. دي نرفع الكسر. 6 في 4 ب 24 و1 25 على 4 على تبقى فيه سالب 1 على ال 15. ده على 5 فيها 3 ده على 5 فيها 5. 5 في سالب 1 بسالب 5 على 4 في 3 ب 12. السؤال الرابع السالب زي ما هو اهو. 2 في 4 ب 8 و3 11 يبقى 11 على 4 على تبقى فيه وده سالب زي ما هو. 3 في 7 ب 21 و1 22 على 7 يبقى 7 على 22. دي على ال 11 فيها الواحد دي على ال 11 فيها الاثنين. طيب سالب في سالب بموجب يبقى 7 على 4 في 2 ب 8 يبقى 7 على 8 والسؤال خلص. السؤال السادس نرفع الكسر. 3 في 8 ب 24 و1 25 على 8 في زي ما هي السالب زي ما هو. 4 في 5 ب 20 و4 يبقى 24 على 5. الأول دي على 5 فيها الواحد دي على 5 فيها الخمسة. دي على 8 فيها السالب 3 دي على 8 فيها الواحد. بقيت 5 في سالب 3 على الواحد بيساوي سالب 15 والسؤال خلص. طيب اللي بعد كده السؤال السابع هنا اهو. الأول ده سالب في سالب ده يطلع موجب. تمام ماشي نرفع الكسر. أنا مش عاوز السالب تاني حاجة فخلاص. 4 في 7 ب 28 و2 30 على 7 في 5 في 6 ب 30 و1 يبقى 31 على الست. دي على الستة فيها الواحد دي على الستة فيها الخمسة. 5 في 31 ب 155 على 7. ال 155 فيها كام 7؟ ال 154 فيها 22 7 يبقى دي فيها 22 و1 على السبعة. باستخدام خاصية التوزيع أوجد قيمة. التوزيع دي سهلة قوي. ده حد وده حد. إيه اللي بيتكرر هنا وهنا؟ الخمسة على ال 12. أخدها عامل مشترك وافتح قوس 3 زائد 9 يبقى ده بيساوي الخمسة على ال 12 زي ما هي في 3 زائد 9 ب 12 يبقى بيساوي 5 والمسألة خلصت. السؤال اللي بعد منه 4 على 9 في 11 زائد 4 على 9 في 16. ال 4 على 9 زي ما هي وافتح قوس يبقى 11 زائد 16 يبقى ده بيساوي 4 على 9 في 11 و16 25. 4 في 25 بقى 100 على 9 اللي هي بيساوي 11 و1 على 9 والمسألة خلصت. اللي بعده سالب 3 على 7 في 8 زائد 5 في سالب 3 على 7 زائد سالب 3 على 7. خلي بالك دول حد 2 3 اللي بيتكرر فيهم كلهم سالب 3 على السبعة وافتح قوس 8 زائد 5 زائد 1 يبقى سالب 3 على السبعة زي ما هو. 8 و5 13 و1 يبقى فيه 14. دي على السبعة فيها الاثنين دي على السبعة فيها الواحد. سالب 3 في 2 يبقى بيساوي سالب 6 والمسألة خلصت. السؤال الرابع اللي بيتكرر هنا وهنا وهنا الخمسة على الاثنين نفتح قوس 13 على ال 11 زائد سالب 2 على ال 11 زائد 1. الواحد ده ليه يا مستر؟ عشان احنا بنقسم 5 على 2 على 5 على 2 فيها الواحد. يبقى 5 على الاثنين زي ما هي. 13 نقصنا منهم 2 يبقى 11 على ال 11 فيها الواحد زائد 1 يبقى دي بتساوي 5 على الاثنين في 2 يبقى بتساوي 5. السؤال الخامس 7 على 13 وال7 على 13 وال7 على 13 اخدها عامل مشترك وافتح قوس 6 زائد 8 ناقص 1.
6 و8 14 ناقص 1 13 يبقى 7 على 13 في 13 راحت مع ال 13 يبقى بتساوي 7. آخر فكرة عندنا اللي هو إكس وواي. إذا كانت إكس بسالب 1 على 3 وآر بسالب 3 وواي ب3 على 4 دي خدنا أختها بالظبط في الشرح هنحلها. عاوز قيمة إكس في واي في آر يعني سالب 1 على 3 اللي هي الإكس في 3 على 4 اللي هي واي في سالب 3 اللي هي آر. ده بتساوي مقام دي 1 ودي مقاماتهم زي بعض ماشي. التلاتة دي راحت مع التلاتة دي ده كله ضرب. سالب 1 في سالب 3 بموجب 3 عشان سالب في سالب بموجب و4 في 1 ب4 يبقى رقم 1 دي ب3 على 4. رقم 2 إكس واي الأول يعني سالب 1 على 3 في واي اللي هي 3 على 4 زائد واي في ار اللي هي 3 على 4 في ار اللي هي سالب 3 في سالب 3. طيب ايه اللي بيتكرر هنا وهنا؟ التلاتة على 4 هاخد 3 على 4 عامل مشترك واللي فضل معايا سالب 1 على 3 زائد سالب 3. انا اعرف اجمع دول؟ ايوه هندور على مقام التلاتة على 4 الاول اللي هي دي زي ما هي. هدور على مقام ينفع اقسمه على 3 وينفع اقسمه على 1 اللي هو ال3. 3 على 3 فيها الواحد في سالب 1 بسالب 1 و3 على 1 فيها ال3 في سالب 3 تبقى سالب 9. يبقى دي سالب 10 على 3 يعني 3 على 4 في سالب 10 على 3. التلاتة راحت مع ال3 يبقى بتساوي سالب 10 على 4 سالب 10 على 4 اللي هي بتساوي سالب 2 و1 على 2 بعد الاختصار والمسألة خلصت. إذا كان إكس A بتساوي كذا و B بتساوي كذا و C بتساوي كذا فأوجد قيمة A B C يعني A مضروبة في ال B مضروبة في ال C زائد 3. طيب ال A بكام؟ بواحد و3 على 4 مضروبة في ال B يعني في 12 على 7 مضروبة في ال C يعني في 2 على 3 ومجموع عليهم 3. الأول أنا بضرب نرفع الكسور كلها 1 في 4 ب4 و3 يبقى ده 7 على 4 في 12 على 7 في 2 على 3 وكل ده زائد 3. السبعة دي راحت مع السبعة دي دي 2 ماشي. دي على الاتنين فيها الاتنين وده على الاتنين فيها 1. دي على الاتنين فيها الواحد دي على الاتنين فيها ال6. دي على 3 فيها الاتنين دي على 3 فيها الواحد يبقى ده كله 2 وزائد 3 اللي هو بيساوي 5. ماشي. عايزين ايه بي ناقص سي. ايه بكام؟ بواحد و3 على 4 1 و3 على 4 مضروبة في بي. بي بكام؟ ب12 على 7 ناقص السي اللي هي 2 على 3. الضرب الأول نضرب دول 1 في 4 ب4 و3 ب7 على 4 في 12 على 7. 7 راحت مع السبعة طبعا كله ناقص 2 على 3. 12 على 4 بتساوي 3 يبقى دي 3 ناقص 2 على 3. وحد مقامات على 3 وناقص وعلى 3 اهو. 3 على 1 فيها 3 في 3 ب9 و3 على 3 فيها الواحد في 2 ب2 يبقى بقيت 9 ناقص 2 يعني 7 على 3 اللي هي بتساوي 2 و1 على 3 لو احنا حابين نختصر. ده بالنسبة للسؤال خامسا عندنا. سادسا اللي هو أكمل. المحايد الضربي هو محايد ضربي مش محايد جمعي ومش معكوس ضربي. محايد ضربي هو 1. المحايد الجمعي هو الصفر. العدد النسبي الذي ليس له معكوس ضربي هو الصفر. العدد نقط هو المعكوس الجمعي لنفسه بينما نقط ونقط هما المعكوسان الضربيان لنفسهم. الأول نركز ونهدى شوية شوية. العدد نقط هو المعكوس الجمعي لنفسه. مفيش غير عدد واحد بس معكوسه الجمعي هو نفسه اللي هو صفر. الصفر معكوسه الجمعي صفر عشان مفيش سالب صفر. بينما نقط ونقط هما المعكوسان الضربيان لنفسهما. المعكوس الضربي لنفسه هو 1 وهو سالب 1. سالب 1 معكوسه الضربي سالب 1 والواحد معكوسه الضربي 1. المعكوس الضربي للعدد سالب 3 على 5 أس صفر. أس صفر أي عدد أس صفر بواحد. طب المعكوس الضرب الواحد كام؟ هو نفسه 1.
المعكوس الضربي لعدد سالب 2 يبقى سالب 1 على الاثنين، احنا شقلبناه. العدد النسبي ايه ناقص 1 على 5 له معكوس ضربي اذا كانت ايه ما تساويش ايه. حلو قوي السؤال ده ومهم جدا جدا وبشوشكش على نفهم. اول حاجه لو احنا جبنا معكوس ضربي ده هيبقى 5 على ايه ناقص 1 وصح وزي الفل. لكن امتى يبقى العدد ده ملوش معنى؟ لو كان المقام بصفر. طيب ايه تساوي كام عشان يبقى المقام بصفر؟ ايه بتساوي 1 عشان 1 ناقص 1 بصفر. يبقى له معكوس ضربي اذا كانت ايه ما تساويش 1، لو ساوت 1 يبقى ملوش معكوس ضربي. المعكوس الضربي لعدد سالب 1 على 5 هنشقلب يبقى سالب 5 على 1 يبقى هو سالب 5 من غير ما نشيل الاشاره. اسئله الناس اللي بتفكر وبتحب تحل لوحدها وتيجي تسال فيها كتير. اذا كانت 3 على اكس ناقص 2 عدد نسبي، العدد يبقى عدد نسبي لو مقامه ما يساويش صفر. تاني، العدد نسبي يبقى عدد نسبي لو مقامه ما يساويش صفر. لو مقامه ما يساويش صفر. طيب العدد ده امتى مقامه ما يساويش صفر؟ يعني الاكس ناقص 2 ما تساويش صفر لما الاكس ما تساويش 2، عشان لو اكس ساوت 2 هيبقى 2 ناقص 2 بصفر. يبقى عدد نسبي لو اكس لا تساوي 2. يبقى انا عندي حاجتين بس عشان رقم 2 كمان. عندي حاجتين، اول ما يقول لي العدد ده عدد نسبي يبقى ابص على المقام. العدد ده بيساوي صفر يبقى هبص على البسط عشان صفر على اي عدد بصفر. العدد يساوي صفر هبص على البسط. العدد عدد نسبي يبقى هبص على المقام. رقم 2 بتقول لي ايه؟ اكس زائد 4 على اكس ناقص 7 يساوي صفر. ما قاليش نسبي ولا غير نسبي، يساوي ايه؟ صفر. يبقى البسط هو اللي بصفر. يعني اكس زائد 4 هي اللي بصفر، يبقى اكس بتساوي سالب 4. طيب اوجد قيمه 1 على 2 في 2 على 3 في 3 على 4 لغايه 99 على 100 كلهم بنقسمهم على بعض، بنضربهم في بعض. 1 على 2 في 2 على 3. السؤال ده حلو جدا والشاطر بس اللي هيفهمه. لو انا كتبت هنا هنكتب 4 على 5 واللي بعدها 5 على 6 واللي بعدها لغايه 99 على 100. فهنا الاثنين هتروح مع الاثنين والثلاثه هتروح مع الثلاثه والاربعه هتروح مع الاربعه والخمسه هتروح مع الخمسه والسته تروح مع الست والسبعه تروح مع السبعه لغايه ال 99 اللي تحت تروح مع 99 اللي فوق. هيفضل معايا الواحد بس وال100، يعني هو بيساوي 1 على 100 والمساله خلصت. حاصل ضرب دول كلهم هو 1 على 100 او 0.01 يعني 1 من 100. اكتب عددين نسبيين مقامهما مختلفان حيث يكون الناتج سالب 3 على 5. اكتب عددين نسبيين مقامهما مختلفان بحيث يكون الناتج، ناتج ايه يا مستر؟ ناتج الجمع. ناتج الجمع سالب 3 على 5. يبقى لما وحدنا المقامات طلع المقام عندي 5. طب المقام عندي 5 ما ينفعش على فكرة، ينفع المقام يبقى 10. يبقى هنكتب عدد مقامه 2 وعدد مقامه 5 عشان نوحد مقامه على 10، نوحد المقامات على 10 وبعد ما نختصر. طب لو ده بقى 10 يبقى اللي فوق كان سالب 6 ما كانش سالب 3 عشان ضربنا في 2. يبقى المقامات 2 و5 بعد ما نوحد مقامات هيبقوا على 10 وهيطلع مجموع دول سالب 6. لو خانهم هما الاثنين سوالب مفيش مشكلة. يبقى ده هيبقى سالب 5 وده هيبقى سالب 1. تمام؟ السالب 1 على 10 وسالب 5 على 10. سالب 5 على 10 خليه سالب 5، نقسم على الاثنين. سالب 5 على 10 يبقى كان، خليهم 4 و2 عشان نعرف نسهل على نفسنا. يبقى هنا ال10 دي خلي فوق منها سالب 4 وال10 دي خلي فوق منها سالب 2. احنا ماشيين الموضوع بالعكس، احنا رجعنا للمسألة اللي ورا عشان نعرف ان احنا هنجيب السؤال ازاي. طيب سالب 4 على 10 هو سالب 2 على 5. طيب وسالب 2 على 10 اللي هو كام على الاثنين؟ لو رجعت لأول درس يبقى 2 في سالب 2 على 10 يعني سالب 4 من 10. سالب 4 من 10 على الاثنين اللي هو سالب 2 من 10. يبقى العددين دول ينفع يبقوا بدل ما العدد يبقى فوق كسر يبقى سالب 4 على 20 ويبقى سالب 2 على 5
عشان يبقى مقاماتهم مختلفين، سلب 4 على 20 وسلب 2 على 5. دول لو جمعناهم هيطلع الناتج سالب 3 على 5. وبكده خلصنا الدرس وخلصنا الشرح وخلصنا كل حاجة وخلصنا الوحدة الأولى. ميعادنا إن شاء الله الأسبوع اللي جاي مع الوحدة الثانية. بالتوفيق للجميع، ويا رب نفهم، ويا رب نكون متابعين الحصة لغاية الآخر. والسلام عليكم ورحمة الله.